السلام عليكم. كما هضرنا في الفيديو اللي فات وقلنا باللي اداره اتحاد طنجه كيسعوا للتخلي عن هلال الطير. ايوا داكشي اللي كان بالنسبه ل 90% من الجماهير الطنجاويه جاتهم الاقاله ديال هلال الطير قرار مفاجئ وفيه شويه ديال التسرع، لان الكل يعلم ان المدرب كبش فداء لعده مصالح وكيغطيو الشمس بالغربال باش ما يوقعش القيل والقال، حيت اتحاد طنجه في هذه الفتره محتاجين الانتدابات اللي يكونوا في المستوى وتكون انتدابات مدروسه. اما بالنسبه للمدرب افترضوا اننا جبنا بيب غوارديولا وبهاد اللاعبين اللي عندنا واش غادي يكون شي تغيير؟ الجواب طبعا معروف، مليون الف لا. اتحاد طنجه خصو لاعبين ومدرب يكون مغربي، او لا لاعبين اجنبيين ومدرب اجنبي. ما تقوليش مدرب اجنبي مع لاعب الطوطه ديالو يقدر يكتب الاسم ديالو. ما كنقصش من القيمه ديال اللاعبين، ولكن المقصود ديالي واضح والزيزون ما تفهموا غير يماه. اللاعبين كيكونوا محتاجين واحد التحفيز من المدرب ويفهم يوصل لهم كيفاش انكم تقاتلوا على القميص ديال الفريق وتكون عندكم واحد الحب ديال الفريق وتكون عندكم واحد الغيره على الفريق. طبعا المدرب المغربي غادي يوصل لك داك الشيء من القلب، اما المدرب الاجنبي صعيب انه تكون عنده الغيره على الفرقه، حيت البطوله اللي عندنا ما كتحتاجش انه يكون عندنا شي مدرب اسم كبير، ولكن خصنا يكونوا عندنا لاعبين في المستوى اللي يتقاتلوا على القميص. المهم الخوت ما عندنا غارض، اتحاد طنجه كيتعاقد مع المدرب الاسباني، المدرب اللي في المستوى وعنده مسيره طويله مع عده انديه، منها مورسيا، تينريفي، ريال بيتيز، مالاغا، ويست بروميت، بزاف ديال الفرق، وهاد الفرق اغلبيه اسبانيه. المهم الخوت نتوما قولوا لي شنو الراي ديالكم في المدرب الاسباني اللي جابتو اتحاد طنجه والتخلي عن هلال الطير. هادشي اللي بغينا الاخوان كاملين تجاوبونا في التعاليق. السلام عليكم.